في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد اهتز مركز سيدي بوزيد السياحي ضواحي مدينة الجديدة على وقع حادثة سير مروعة راح ضحيتها دركي شاب يعمل في صفوف القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة. الحادث وقع عندما كانت دراجة نارية تقل الدركي وأحد أصدقائه تسير بالطريق الرئيسي قبل أن تباغتهما سيارة نفعية وتصطدم بهما بقوة، ما أدى إلى وفاة الدركي على الفور، فيما نقل مرافقه في حالة حرجة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. النيابة العامة المختصة أمرت بفتح بحث تمهيدي لتحديد ظروف وملابسات الحادث، كما جرى توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي في إطار الإجراءات القضائية الجارية. الخبر خلف حزنا عميقا في صفوف زملاء الفقيد وأفراد الدرك الملكي الذين عبروا عن تعازيهم ومواساتهم لأسرته الصغيرة والكبيرة. اشتركوا في قناة RM Today ليصلكم آخر المستجدات والأخبار الوطنية أولا بأول.